السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة اسلام احمد. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ننزل معكم المونتاج ديال الكيك ديزاين اللي غادي نعملو ان شاء الله يا ربي. اللي بديت معكم في الفيديو اللي السابق ديال المشتريات اللي شريت وشنو وجدت. المهم عندي هنايا الكناش وجدته في الليل، دابا يعني الصباح غادي نمونطيها ان شاء الله يا ربي. عندي هنايا طبقات، كل طبقه بوحدها، هنا وهنا 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 ديال الكانا شوكولا غيش مع هولالا. عندي هنايا عاود حتى هذا كاناش. عندي هنايا كراميل، ها هو باش غادي نعملو به الحشو، غادي نعملوه ان شاء الله في طبقه مقرمشه. هذا بخاليني اللي وريته معكم البارح. وحده غادي نعملوها ان شاء الله في الطبقه المقرمشه، وحده غادي نعملوها ان شاء الله في كريمه الزبده السويسريه. عندي هنايا المولاي كيك ديالي بحال اللي كتشوفوا. عندي هنايا الاسود، عملت جوج ديال العجينه ديال المولاي كيك في الاسود بالكاكاو، وعملت واحد الطبقه بحال اللي كتشوفوها هي من تحت في الابيض ديال مولاي كيك، وعملت واحده اخرى عاود ديال العبار اخر حتى هي في الابيض باش كتجي في الوسط ديال الحشوه وكتعطينا واحد المنظر مزيون. وعندي هنايا هذه خدمتها بالجينواز، وهذا غير كاكاو، اما هي بيضه. هذا غير كاكاو كان عندي في بلاطو، اما هي بيضه بحال اللي كتشوفوا من هنا. هذا غير كاكاو اللي كان عندي في بلاطو وصافي اللي عملت فيه. وهذه خدمتها بجينواز بيضه حتى نفتحها معكم ان شاء الله وتشوفوها. صافي هذا عندي هنايا شوكولا اولي باش نذوبو باش نعمل ان شاء الله في طبقه مقرمشه. وهادو بولات باش نعمل فيهم ان شاء الله الكريمات ديالي بعد ما نضربهم. هذا فيوتين، وهذه الزبده عندي هنايا الزبده باش نعمل ان شاء الله مع بخاليني ومع بيض البيض والسكر باش نعملوا كريمه الزبده السويسريه. المهم هذا فيديو ديال كريمه الزبده غادي نعمل لكم بوحديتو. بالنسبه للكناجات انا سبق لي عملت معكم كناج، ولكن كان بالشوكولا ماكاو وبالشوكولا كالا. اول مره غادي نعمل معكم بشوكولا غيش. المهم هما هادو المقادير اللي انا عملت، واي استفسار مرحبا نعطيكم مقادير بالتفصيل باش نصور معكم فيديو يعني كل طبقه بشحال. غيجي طويل شويه، فلهذا اللي بغى اي استفسار نخليه له ان شاء الله في كومونتير، ماشي مشكل. ومهم هادو هما الطبقات ديالي بحال اللي كتشوفوا. هادو الكريمات ديالي هنايا، هادو كاملين كناشات. هذه كريمه الزبده عاد غادي نعملوها ان شاء الله، وهادو ديال الطبقه المقرمشه. المهم ان شاء الله غادي نطلع هاد الكناج ديالي كاملين، غادي نعملو ان شاء الله في البولات ديالهم، ونعدل كريمه الزبده بحال قلت لكم. كريمه الزبده غادي نعمل لكم فيديو مفصل ديالها بوحديتها باش ما نخلطش فيديوهات، ونوجد كلشي ديالي ان شاء الله. نقطع الكيك ونرجع معكم. يلا سلام عليكم. بالنسبه للوز والكركاع بحال اللي كتشوفوا عملته كراميليزي، حتى هو عملته بالليل وخليته حتى الصباح. دابا ان شاء الله غادي نهرسو بحال اللي كتشوفوا. هذا اللوز وهذا الكركاع، هادو عملتهم كراميليزي، عملتهم في الليل. ها هما بحال اللي كتشوفوا قاصحين. شوفوا عاد غادي ان شاء الله نطحنهم باش نخلطهم في الطبقه المقرمشه ديالي وفي جميع الطبقات. من بعد ما بديت كنوجد الكريمات ديالي، كنت قلت لكم في الاول ديال الفيديو غادي نعمل لكم كريمه الزبده بوحديتها. ساعه نسيتها خدمتها عاد تفكرت. المهم هذه هي كريمه الزبده بالبخاليني. ها هو بخاليني، احتجت منه 3 معالق كبارين. بالنسبه للمقادير ديال كريمه الزبده عملت هنايا 6 ديال ابيض البيض كبارين، ولا ما كانوا شي كبارين نعملوا 7. انا عندي صغارين عملت 7، ولكن بيضات صغارين 7 مع 320 غرام ديال السكر، وعملتهم فوق حمام مائي اولا بالماء، وخليتهم حتى داب ديك السكر. انا كنحرك وانا كندوب في ديك السكر حتى سخنوا مزيان ديك البيضات وداب لي السكر مزيان. الساعه طلعتهم في الباطور بحال اللي كتشوفوا، ومنين طلعوا مزيان حتى وقف لي المورنق ديالي مزيان، ديك الساعه زدت عليهم طريف اولا شويه بشويه
الكريمه ديال عفوا الزبده، هي 500 غرام الزبده. ملي طلعت الكريمه بحال اللي كتشوفوا ضفت عليها 3 ديال المعالق ديال بخاليني صافي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال كريمه الزبده ديالي بحال اللي كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نعملو في البوش. ها هو عندي هنايا باش نخدم به. نتلاقاو ان شاء الله باش نمونطيو الطرطه ديالنا. بسم الله على بركه الله. نبداو المونتاج ديال الكيك ديالنا. بحال اللي كتشوفوا هنا قطعت الكيك ديالي طبقات بالمنشار. انا غادي نوريكم المنشار، لا هذا ولا هذا، يعني منشار بالعبار. ها هو بحال اللي كتشوفوا. يعني هنايا كتحددوا العبر اللي بغيتو في ديك السلك اللي فيه اولا في ديك السمطه اللي فيه صافي، وكتقطعوا بحال هكذا. كتمشي معاه بشويه باش يبدا معكم. اول حاجه تشوفوا معايا هنايا عندي الطبقه المقرمشه، عندي هنايا فيوتين، وعندي قرقاع كراميليزي واللوز كراميليزي، وعندي هنايا بخاليني. ها هو هذا عملت منه كريمه الزبده، وهذا اللي بقى لي غادي نضيفو مع هذا. وعندي هنايا شوكولا اسود وشوكولا اولي، يعني الشوكولا بالحليب. هادو ذوبتهم وغادي نخلط دابا الطبقه المقرمشه ديالي. عندي هنايا كراميل اللي غادي نعملو في الحشوه، يعني في الداخل ديال الكيك بين كريمه الزبده. عندي هنايا هادو بجوج ديال كريمه الزبده، هذا كاناج ديال الشوكولا اسود، هذا حتى هو كاناج، هذا فيوتين بحال اللي كتشوفوا. حتى هو غادي نعملو ان شاء الله في الطبقات. وهذا قرقاع كراميليزي، وهذا اللوز كراميليزي، يعني هادو غادي نعملهم من فوق الطبقات من غير الطبقه المقرمشه، يعني هذه اللي كتجي لتحت من غير هذه عملت انا كميه كبيره بزاف باش تكفاني هادو بجوج بيهم. المهم وباقينا عندي كريمات، باقي لي الكاناج هنايا، باقي غادي نزيد نطربو. وهذا حتى هو باقي خصهم يبردوا شويه عاد نطربهم. غادي مونطي باخرين على ما نوصل ان شاء الله لهادو. المهم غادي مونطي ان شاء الله الكيك ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما مونطي كل شيء وتشوفوهم معايا في الشكل النهائي باش ندخلوهم ان شاء الله الفريغو. بغيت غير مونطي معكم طبقه مقرمشه. ضفت هنايا بخاليني على شوكولا اسود. عاد غادي نضيف عليه هاد الشوكولا اولي هادي باش تعرفوا الطريقه ديال الطبقه المقرمشه. غادي نضيف هاد الشوكولا اولي على هاد الشوكولا اسود، وغادي نحاول نخلطهم مزيان حتى ينسجموا لي بحال اللي كتشوفوا بحال هكذا. عاد غادي نضيفهم على هادي ونحاول نخدمهم دغيا باش ما يبسوليش العناصر ونمونطيهم ان شاء الله في الكيكه. المهم هذا غير كتوضيح وصافي. بحال اللي كتشوفوا معايا من بعد ما مونطيت الطرطه ديالي اولا كيك ديزاين ديالي بكريمه الزبده كروسيون، طبقه ديال كانا الشوكولا اولي، طبقه ديال كانا الشوكولا غيش بكحل. المهم مونطيتها بحال اللي كتشوفوا هكذا، ومونطيت حتى هذه ولويتهم السلوفان. واخا كتشوفوا هنا بعض الفراغات وداكشي، يعني هذه حتى الساعه اللي غادي نكون غنليسيها وغادي نعوض ان شاء الله هادشي هذا كامل. المهم دابا غادي ندخل الفريغو، ضروري تبات ليله وحده، ومن بعد ان شاء الله نرجع نكمل معكم. ملي نكونوا غادي نليسيوها ان شاء الله بالكاناش كوفيرتور، وملي نكونوا غادي نغلفوها بالعجين ديال السكر. من بعد ما دوزت الكيكه ديالي اولا الطرطه ديالي الليل كامل في الثلاجه في الفريكو، انا بقات عندي يومين في الفريكو، نهار الثاني حيدتها في الليل. دابا الصباح باش غادي ان شاء الله غادي نليسيها بحال اللي كتشوفوا. قلبتها هنايا على هذا الكاغيط اللي غادي نخدموه على هذه الكرتونه. باش نحيدوا هذا المول ضروري خصنا نسخنوه اما بشي دره سخونه اولا الا كان عندكم بحال هذا الشاليمو بحال هكذا بحال اللي كتشوفوا. غادي ندور عليها كامله باش كتذوب لي شويه ديك الكريمه باش نقدر انني نحيد المول بحال هكذا. نمشي معها كامله. وهنايا عندي الشوكولات ديالي كيذوب اللي غادي نعملو به ان شاء الله الكاناج. عندي الشوكولات كيذوب بحال اللي كتشوفوا، هو قريب يذوب كامل حتى ما يبقاش فيه فتاوت مره اولا الحبيبات مره. عاد غادي نضيف عليه ان شاء الله الكريمه، وغادي نخدمو مزيان بالباطور ديال اليد، يعني بالطراب ديال اليد باش تخلط لي عفوا الكريمه مع الشوكولات. عاد ان شاء الله نليسيو به الطرطه ديالنا.
رجعت معكم بعد ما ليسيت. بحال اللي كتشوفوا الطرطه ديالي صراحه كدي الوقت بزاف ويدي مشغول، ما جبرتش زعما كيفاش نعمل نصورها لكم. المهم على حساب هاد البلاطو عملته كيف كتشوفوا موسخ، ضروري ما هاد الوصا غادي يكون ديال الشوكولات. هذا عملته فوق الصحن الدبور على حساب الطرطه جات شويه خارجه على الصحن الدبور، يعني تقدر. المهم انا وريتكم غير هذه حتى نكمل ان شاء الله الطبقات ديالي كاملين، ونرجع معكم باش ان شاء الله عاود نوريكم الشكل النهائي ديال ليصاج، ونبداو ان شاء الله عاود العجينه ديال السكر. من بعد ما ليسيت الطرطات ديالي اولا الطبقات ديالي بحال اللي كتشوفوا، هذه الاولى، هذه الثانيه، الثالثه، هذه الثالثه. ما كفانيش الكاناش، باقي غادي نزيد لها باش نعوض لها هادشي هذا. يعني ما خصهاش تكون هكذا، خصها تكون فحال هادو مليسيه مزيان بحال اللي كتشوفوا هادو، ما كاين حتى شي تقابي. المهم بحال هذه وهذه، ها هي هذه باقي غادي نزيد لها الكاناش. المهم غادي نخليهم ان شاء الله نباتوا ليله كامله حتى نغدا ان شاء الله، عاد غادي نجبدهم باش نلويهم بالعجينه السكر. رجعت معكم من بعد ما باتت الطرطه ديالي بحال اللي كتشوفوا ليله كامله في الثلاجه اولا في النبيره. هنايا من خرجتها تقريبا ساعتين ديال المكانه، خرجتها ومسحتها مزيان، خليتها حتى طلقت الماء ومسحتها مزيان بكلينكس بحال اللي كتشوفوا. هذه غير طبقه واحده غادي نوريها معكم حتى نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نغلفها. عندي هنايا العجينه ديال السكر، وعندي هنايا هاد الدائره اللي غادي ننزل ان شاء الله فيها. المهم بالنسبه للتصوير ما غادي نصورش يعني هاد الشيء كامل، بقاو معايا ان شاء الله حتى تشوفوا الشكل النهائي وتشوفوا التزيين وتشوفوا كلشي ان شاء الله. السلام عليكم، انا رجعت معكم بعد ما كملت الطرطه ديالي بحال اللي كتشوفوا. كملت الديزاين كامل. ها هو بالنسبه هذه خطوبه سعيده. هادو الوريدات عدلتهم بباطا ها هما بحال اللي كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنسوناش ان شاء الله من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله ديما الجديد. وباقي ان شاء الله نخدم معكم حاجات اخرين. يلا سلام عليكم.